ازاي اللعبة بتعرف ان الرصاص بتاعك خلص فتعمل ريلود، وازاي مواقع الكورسات بتعرف انك دفعت فتفتح لك المحتوى، ولو ما دفعتش يقفله في وشك. كل برنامج بتتعامل معاه في حياتك جواه شبكة ضخمة من القرارات. النهاردة هنبني عقل البرنامج، مش هنشرح بس الاف كونديشن، احنا هنشرح السويتش كيس والترنري اوبريتورز كمان، وهنكتب كود كل لغة لوحده بالتفصيل. اهلا بيك في الدرس الخامس من الموسوعة. الكمبيوتر بياخد قراراته بثلاث طرق أساسية حسب تعقيد المشكلة. أول مسار وهو المسار الشرطي الكلاسيكي الاف كونديشن، وده عامل زي حارس الأمن، بيشوف كذا شرط ورا بعض، لو واحد منهم اتحقق بيدخلك ويقفل الباب. تاني مسار وهو المسار المتعدد المباشر اللي هو السويتش كيس، وده بنستخدمه لما يكون عندنا متغير واحد من اختيارات كتير جدا متعددة، والاختيارات دي أنا عارفها، زي مثلا أيام الأسبوع أو منيو المطعم. تالت حاجة وهي القرار السريع، وهنا بنستخدم الترنري اوبريتورز، سطر كود واحد بياخد قرار سريع، يا ابيض يا اسود، يا ترو يا فولس. لو عندك قائمة اختيارات ثابتة استخدام الاف إلس هيكون كبير جدا ومعقد. وهنا يجي دور السويتش كيس اللي بتروح للهدف فورا. تعالوا نعمل برنامج حارس امن بيسألك عن سنك، ولو معاك تذكرة في اي بي، لو معاك حاجة من الاتنين هيدخلك. تعال نشوف الموضوع ده هيتعمل ازاي في سي بلس بلس. اول حاجة عرفت متغير اسمه age من نوع انتجر واديته قيمة مبدئية 16. متغير تاني اسمه has في اي بي من نوع بوليان واديته قيمة مبدئية true. بعد كده كتبت كلمة if وفتحت قوسين وكتبت جواهم الشرط بتاعي، والشرط عندي ان الايدج اكبر من او بيساوي 18، يبقى ده اول شرط عندي. لو الشرط ده اتحقق فانت هتقول لي ويلكم، هتطبع لي على الشاشه كلمه ويلكم. طب لو الشرط ده ما اتحققش فانت هتدخل على الشرط اللي بعده اللي هو انا كاتب قبله else if، وده معناه اذا لم الشرط ده يتحقق اذا خش على الشرط ده شوفوا بيقول ايه. فانت عندك بنقول لك هنا هاز في اي بي بترو، فلو انت مش اكبر من او بيساوي 18 طب انت يا باشا معاك تذكره في اي بي. لو معاك في اي بي خش يبقى ويلكم في اي بي. طب انت لا انت اكبر من 18 ولا انت معاك في اي بي، يبقى اذا همشيك اكسس دينايد، ممنوع تدخل هنا. يبقى في سي بلس بلس بنكتب الشرط بين قوسين وبنكتب الكود بتاع الشرط ده بين كيرلي براكتس او القوسين المتعرجين اللي هم دول يعني. تعال نعيد شرح الكود تاني في جافا سكريبت. ومن النظره الاولى كده هتحس ان جافا سكريبت السنتكس بتاعها شبيه قوي للسنتكس بتاع سي بلس بلس. بص اف وبرده بين قوسين حطيت الشرط اهو اف، وبين قوسين حطيت الشرط، وبعدين بين كيرلي براكتس كتبت الكود اللي هيتنفذ لما الشرط يتحقق نفسه بالظبط، وبرده else if هي بالظبط. تعال نعيد عليها تاني. هنا بقول الايدج اكبر من او بيساوي 18، لو الشرط ده اتحقق فانت هتطبع كلمه ويلكم. طب لو الشرط ده ما اتحققش وانت معاك في اي بي خلاص خش ويلكم في اي بي. طب لو الشرط ده ما اتحققش ولا الشرط ده اتحقق اكسس دينايد، يبقى انت ممنوع تدخل هنا. نيجي بقى على بايثون ونشوف الاختلافات الكتيره اللي موجوده فيها. برضو نفس الكلام، عرفت الايدج وعرفت هاز في اي بي، واستخدمت هنا السنيك كيس لان زي ما انا قلت لك قبل كده ان من المتعارف عليه ان بايثون شغاله او الناس بتستخدم السنيك كيس فيها في تعريف الفاريبلز. وبعد كده عملت اف وما فتحتش قوسين وكتبت الشرط بتاعي وبعد كده نقطتين فوق بعض. يبقى احنا هنا مش هنستخدم الاقواس للشروط ولكن هنستخدم النقطتين فوق بعض دول. وبعد كده البلوك او الجزء بتاع الكود بتاعي هنا لازم نحافظ جدا على المسافات. يعني الحته دي المسافه دي لو انا مسحتها فكده بايثون مش هتفهم انا كاتب ايه. ليه؟ لان انا كده على نفس الليفل او على نفس المستوى بتاع الاف. هي دلوقتي مش فاهمه انا دلوقتي لما الشرط ده يتحقق انت عايز نعمل ايه، هي دلوقتي مش فاهمه كده. انما لو انا حطيت المسافه دي كده خلاص هي عرفت ان ده الكود اللي هيتنفذ لما الشرط ده يتحقق. طب لاحظ معايا الاختلاف التاني، هنا اف مش else if زي هنا كاتب هنا الف انطقها زي ما انت عايز مش قصتنا. وهنا بقول له لو الشرط التاني ما اتحققش برده من غير اقواس وحطيت نقطتين فوق بعض فهتنفذ الكود ده. وبعد كده نفس الكلام اللي احنا قلناه مع اللغات التانية، لو الشرطين دول ما اتحققوش فاذا هتقول لي اكسس دينايد، ممنوع الدخول. اتمنى تكون بسيطه. انما بقى لو عندي قائمه من الحاجات بشيك عليها فهنا انا لو استخدمت اف إلس فهيبقى شكل الكود بشع جدا. هو مش غلط ولكن احنا هنا عايزين نكتب كلين كود، وعلشان
كده في حاجه اسمها سويتش كيس، ودي عباره عن ان احنا بنكتب كلمه سويتش وبنفتح قوسين، ده بالنسبه لسي بلس بلس، وبنفتح قوسين ونكتب جواهم المتغير او الحاجه اللي انا عايز اشيك عليها. فاول حاجه اللي هي كيس، اول كيس هشوف التشويس ده لو ب1 فانت هتطبع كلمه بيتزا. وبريك، بريك دي معناها ان انا بقول للكمبيوتر خلاص ما تكملش، ما تشيكش على اللي بعده، انا هنا كده وصلت للي انا عايزه. طيب لو هو بقى ما لقاش الكيس دي ب1 فهيشوف هل الكيس التشويس ده باتنين. طب لو التشويس ده باتنين هتطبع كلمة برجر وبعد كده بريك. طيب دلوقتي المتغير بتاعي مش محقق ولا كيس من الكيسز اللي عندي، فساعتها هيكون عندي حاجة اسمها ديفولت كيس، والديفولت كيس هطبع فيها invalid choice، معناها انا مديك قائمة تختار منها، انت جايب لي الاختيار اللي انت حاطته لي ده منين؟ ده معناه ان انت دخلت لي اختيار مش اللي متاح ليك ان انت تعمله. يعني ما ينفعش تكون في مطعم وتطلب صنف اصلا مش موجود في المنيو، هيقول لك مش موجود، او انت جايب الكلام ده منين؟ طيب هنا انا معرف التشويس ب2، فهيجي هنا هل التشويس ب1؟ لا مش ب1، فهيفكه من ده. يجي هنا هل التشويس ب2؟ هيلاقيه ب2، فيقوم جاي كاتب برجر وخلاص على كده. ليه؟ لان انا عملت بريك. طب انا لو شلت البريك هيقوم جاي طابع لي برجر وبعد كده هيقوم جاي طابع انفاليد تشويس ورا بعض. ليه؟ لان انا ما عملتلوش بريك. تعال نعيد الشرح تاني في جافا سكريبت. برضه نفس الكلام، هتلاحظ ان جافا سكريبت بنت عم سي بلس بلس بالظبط، نفس السنتكس هو برضه بكتب سويتش وبعد كده المتغير بتاعي بين قوسين اللي انا هسويتش عليه، وبعد كده الكيسز بكتب كيس والفاريبل ده هشوفه هو بكام. فلو الفاريبل ده ب1 وبرضه بعمل نقطتين فوق بعض فانت هتطبع بيتزا، لو ب2 هتطبع برجر، لو لا 1 ولا 2 يبقى هتعمل invalid choice. هي بالظبط، اتمنى تكون وضحت. وبرده نفس الكلام البريك هنا لو ما كتبناهاش تعالى اوريك. انا دلوقتي لو شلت البريك دي وشلت البريك دي تفتكر ايه اللي هيطلع؟ تعالى نشوف مع بعض. قال لك ايه؟ برجر وانفاليد تشويس، برجر وانفاليد تشويس. طب ليه طبع الاثنين دول؟ عشان التشويس عندي باتنين، فهي الكيس دي اصلا ما اتحققتش فما عملش حاجه. انما هنا الكيس باتنين والتشويس اتنين فطبع برجر وانا ما قلتلوش بريك، فقام جاي عامل ايه؟ برضه طابع انفاليد تشويس. طب انا مثلا لو خليت دي ب1 فبص اللي هيحصل ايه؟ تعال نشوف. قام جاي طابع بيتزا وبرجر وانفاليد تشويس. ليه؟ لان هو دخل هنا لقى التشويس ب1 قام جاي طابع بيتزا، انا ما عملتلوش بريك قام جاي طابع برجر وقام جاي مكمل لان انا ما عملتلوش بريك تاني، وراح على الديفولت تشويس وطبعه برضه. يبقى ده معناه ان انا لو ما عملتش بريك فانا كل الكود اللي انا طالبه يتنفذ عند كل الكيسز هيتحقق، ودي طبعا مشكله كبيره. علشان كده لازم نكتب كلمه بريك. اما بقى بالنسبه لبايثون فهنا هنلاحظ برضو اختلافات كتير. اول حاجه مش كلمه سويتش، انا هنا بستخدم كلمه ماتش وبعد كده تشويس من غير اقواس وبعد كده نقطتين فوق بعض، وبعمل كيس برضو بشيك على التشويس لو هي ب1 وهنفذ الكود ده من غير بريك. لاحظ انا ما كتبتش هنا بريك. وكيس 2 برجر وما كتبتش بريك، وهنا ما كتبتش ديفولت. انا هكتفي بالعلامه دي والعلامه دي معناها ديفولت، مش محتاج اكتب كلمه ديفولت. وبرده برنت انفاليد تشويس. بايثون ضافت الماتش كيس بدل السويتش كيس في اصدار تقريبا 3.1 تقريبا يعني، وما فيهاش كلمه بريك لانها هي هتخرج لوحدها، يعني هي مش هتكمل لوحدها، هي هتخرج على طول. وبرده شالت الديفولت وحطت مكانها العلامه دي. تعال نشغل ونشوف. قال لك ايه؟ برجر، ما كملش مع اني مش كاتب ديفولت. ليه؟ لان زي ما قلت لك الماتش مش بتحتاج ان انا اكتب لها كلمه بريك. بس كده اتمنى اكون وضحت لك الفروقات بين سي بلس بلس وجافا سكريبت وبايثون. ولو لاحظت ولو انت مركز معايا هتلاحظ ان مفيش فرق بين جافا سكريبت وسي بلس بلس، ولكن بايثون مختلفة عنهم تماما في الفيديو ده. طيب لو احنا عايزين ناخد قرار بسيط وسريع ومش محتاجين حوارات كتير واقواس كتير وكلام كتير وليلة كبيرة زي ما احنا كنا شايفين، ففي حاجة اسمها الترنري اوبريتور، وده هيخلينا ناخد قرار سريع في سطر واحد بس. تعال نشوفه مكتوب ازاي في سي بلس بلس. ده طبعا عارفينه ولحد هنا احنا فاهمين. نيجي بقى للي هنا، ده الشرط بتاعي وبعد كده بعمل علامه استفهام، واللي هنا هكتبه لما الشرط يتحقق وهنا لما الشرط ما يتحققش. يعني بكل بساطه الستيتس هتبقى يا اما ادلت يا اما ماينر. بناء على ايه؟ لو الايدج اكبر من او بيساوي 18، يعني لو الايدج اكبر من او بيساوي 18 فهتطبع ادلت. طيب لو لا فهتطبع ماينر. نفس الكلام نفس السطر بالظبط، هو جافا سكريبت هو لو الايدج اكبر من او بيساوي 18 فهتبقى ادلت، لو لا فهتبقى ماينر. نيجي بقى على بايثون، وبايثون هنا برضو مختلفه. انا هنا كتبت اف والس
الاتنين في سطر واحد، ما كتبتش علامة الاستفهام ولا كتبت النقطتين اللي فوق بعض. فبقول له هتبقى ادلت، الستيتس هتبقى ادلت لو الايدج اكبر من او بيساوي 18، ولو لا فهتبقى ماينر. بص انجليزي حرفيا ادلت اف الايدج اكبر من او بيساوي 18، ايلس فهتبقى ماينر. كتبت انجليزي، انا ما فيش هنا اختراعات. يبقى هنا الشرط، وهنا لو الشرط اتحقق، وهنا لو الشرط ما اتحققش. بكل بساطه اكبر غلطه منطقيه المبتدئ بيعملها والاي اي ما بيصلحهاش هي ترتيب الشروط. يعني لو طلبت من الاي اي يعمل سيستم درجات، لو المجموع اكبر من 50 اديله مقبول، ولو اكبر من 90 اديله ممتاز. هنا الكمبيوتر هيمشي بالترتيب. الطالب اللي جايب 95 فهيعدي على الشرط الاول اللي انا قلت له فيه، لو الطالب جايب اكبر من 50 فهتديله مقبول، الطالب اللي جايب 95 ده هياخد مقبول، وبعد كده هيقفل البرنامج. هنا الاي اي كتب لك الكود شغال بس المنطق مضروب، والسيستم هيظلم الناس. يعني رتب شروطك من الاقوى للاضعف. النهارده قفلنا ملف القرارات بالكامل، وفي الفيديو الجاي هندخل في القوة الخارقة للكمبيوتر، ازاي بيكرر عملية مليون مرة في ثانية من غير ما بيتعب، الحلقات التكرارية او اللوبس. هتلاقي لينك في وصف الفيديو سايب لك فيه شوية اسئلة علشان تتأكد انك فهمت الفيديو ده، ما تنساش تروح تبص عليه. انا عبد العظيم ومش هضيع وقت المبتدئين، وهغير طريقة تفكير المبرمجين. سلام.